أنا اسمي هبة وعروسة جديدة، بقالي شهرين بس متجوزة. بابا متوفي ربنا يرحمه من زمان، وكنت عايشة مع أمي وأخواتي الاتنين البنات. أمي هي الأب والأم، هي الأب والأم مع بعض، شالتنا على كتفها وربتنا بعرقها ودموعها، وربنا يجازيها خير. من كام سنة كنت بعيش عند عمي فترة، وهناك شافني واحد وتقدم لي، هو اللي أنا متجوزاه دلوقتي. وكنت لسه متخرجة من الكلية وبدور على شغل، وكنت أعرف من عمي إنه أكبر مني ب10 سنين. قلت ماشي، فرق السن مش مشكلة لو الراجل كويس. أنا كنت 21 سنة وهو المفروض 31. اتخطبنا 3 شهور، وفي الخطوبة كان بيجيب لي اللي بطلبه ونخرج ونضحك. كنت حاسة إنه بيحبني. وقبل الفرح بفترة قصيرة اكتشفت الصدمة، هو مش أكبر مني ب10 سنين، ده أكبر مني ب18 سنة. يعني أنا 21 وهو 39. وكمان عرفت إنه كان متجوز قبل كده 13 سنة ومطلق من 2 سنين، وعنده بنتين، واحدة 13 سنة والتانية 8 سنين. هو ما قالش الحقيقة من الأول، أنا عرفت من عمي بس بعد فوات الأوان. اتجوزنا وقلت خلاص، قدر ربنا، قدر الله وما شاء فعل، يمكن ربنا كاتب لي الخير معاه. لكن من أول أسبوع بدأ الكلام اللي يوجع القلب. كل شوية يقعد يحكي لي عن مراته الأولى، يشكر فيها، يقول قد إيه كانت ست نظيفة مفيش زيها، ويقعد يقول فيها قصايد شعر، ويقول لي أنا كنت ناوي أرجعها بس هي رفضت. كنت أقول له لو أنت بتحبها كده أنا ممكن أكلمها لك ترجعوا لبعض. كان رده لأ، هي مش موافقة. طب ماشي، طب أنا مالي، أنا عروستك الجديدة. وبدأ ينتقد كل حاجة في جهازي اللي أمي جايبهولي بشقاها وتعبها. السفرة مش عاجباه، الحلل مش عاجباه، الفوط مش عاجباه، مع إن أمي صرفت على الحاجات دي 7500 جنيه من لحمها ودمها. أقول له دي أمي اللي جايباها، يرد ويقول لي الحاجات دي ما تستاهلش. وأنا ساكتة، أقول يمكن دي طبيعة الراجل، يمكن ده من كتر الضغوط، يمكن بعد شوية هيتغير. لكن بعد أسبوعين من الجواز بدأ يتكلم عن صاحبتي الأنتيم، يقول لي قولي لها أنا معجب بيها، عايزة أهزر معاها، عايزة أتجوزها. كنت فاكراه بيهزر، لحد ما الموضوع وصل لأمي وأخواتي وصاحبتي نفسها. صاحبتي جات لي وقالت لي هو كان بيتكلم بجد مش بهزار. وأنا مصدومة، ده أنا لسه عروسة من شهرين. وهو بيبص على صاحبتي، ولما ما عجبتهوش صاحبتي الأولانية بدأ يرسم على صاحبتي التانية، كانت متجوزة ومطلقة. واتفاجئت إنه بيكلم مكاتب زواج سوري، 2 مش 1، عايز يتجوز واحدة سورية. واجهته، قال لي أنا في ال13 سنة اللي فاتوا ما حسيتش بالجواز، عايز أعوض حياتي الزوجية اللي ضاعت. طب ماشي، يعني أنا إيه، تمثال ولا سلم توصل بيه لحاجة تانية؟ والفلوس لما كنت مخطوبة كان بيجيب لي كل حاجة، دلوقتي سايب لي 10 جنيه ويقول لي اتصرفي بيهم في الغداء والفطار. 10 جنيه أنا وأمي اللي لسه بتديني مصروف، هو سايب مسؤوليته عليا وعلى أمي؟ الراجل ده مش بس بخيل، ده ناقص ومريض نفسيا. طول الوقت يطلع ديفوهات في كل حاجة حواليه عشان يحس إنه كويس، بيفتعل المشاكل عشان يحس إنه راجل مرغوب. ده بدل ما يفرحني ويشيلني على راسه قاعد يدور على عروسة تانية وأنا لسه عروسة جديدة. أنا فكرت كتير، فكرت في كلام الناس، فكرت في إخواتي البنات، لكن في الآخر قلت مين هيعيش معاه، أنا ولا الناس؟ الطلاق مش عيب، ربنا حلله. العيب إني أعيش مع واحد مشوه نفسيا، يبص لصاحبتي ويعايدني بجهاز أمي اللي لسه تعبانة فيه ويشيل مسؤوليته على ست لوحدها. أنا قررت أجل الخلفة خالص، مش عايزة أجيب طفل منه يبقى مربوط براجل زي ده. يا إما يتعدل وده أنا شاكة فيه، يا إما كل واحد يروح لحاله. واكتشفت إن البعد عن واحد ناقص ومريض أخلاقيا مكسب كبير. ما تخافوش من كلام الناس، اللي في المعاناة انتي مش هما، اللي هيتعذب انتي مش هما. وأي واحدة في مكان زي ده لازم توقف العك ده قبل ما يكون في أطفال وأرواح تانية بتدفع الثمن. لو عجبتكم القصة ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب والكومنتات.